لأن اسم البطولة بالنسبة لي غالي. البطولة سميناها على خالد جاسم الإعلامي القطري، اللي ساعد كلش بتنظيم خليجي البصرة، وساعد هواي أمور في افتتاح البصرة وغير من هذا. لازم هذا البلد يتعود على الاحتفال والفرح. أتمنى. اليوم نفرح حق العراقي مثل ما هو فرح لنا. هذه المشاعر احنا اليوم نتمنى لهم السعاده، نتمنى ان الله يوفقهم، نتمنى ان الله يسعدهم، نتمنى ان الله ينعم عليهم بالامن والامان والازدهار والتطور. هي مش قصه كره قدم يا جماعه، نتكلم على سعاده فرح الشعب. شعب فرحان. في ناس ماتوا والشعب فرحان، يقول لك احنا تعودنا نفرح بوسط الحزن، لان شفنا الفرح في الناس، شفنا السعاده عندهم. العراق جاه ظروف وآسي وأحزان وفرح وسعادة، تاريخ حضارة. يقول أنا حضارة يا أخي، أنا تاريخ. طبيعي اليوم لما الوطن ينهض ينفض الغبار اللي عليه، طبيعي لما يتحدون ويعني يجادوا الأحزاب والطوائف والشعب ومعلش والسني والشيعي والمسيحي والكردي كلهم مع بعض. من أمام اليوم بافتتاح البطولة السير والمنهج سيكون مساء الخير كابتن مصطفى، نرحب بك بقناة واي اف تي في. اهلا وسهلا. ممكن تعرفنا اليوم باختصار ما هو البطولة، مسابقتها، حيث فرقها، مواليدها، يعني كل شيء يخص هذه البطولة. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بك كابتن محمد، وارحب بقناة ياسر. موفقين ان شاء الله على الاعمال اللي قاعد نشاهدها من خلال قناتكم الموقرة. بطولة مواليد 2007 من 32 فريق، بطولة بها جوائز كلش غالية، لأن اسم البطولة بالنسبة لي غالي. البطولة سميناها على خالد جاسم الإعلامي القطري، اللي ساعد كلش بتنظيم خليجي البصرة، وساعد هواي أمور في افتتاح البصرة وغير من هذا. فحبيت أسوي هذا الشيء يعني تكريما للأستاذ خالد جاسم. زين كابتن مصطفى، اليوم بعض الفرق متفاجئة، حتى بعض الحاضرين متفاجئين انه مو من المفاجآت نقول ان احنا نحضر افتتاح بطولة لمصطفى العبيدي مع كرنفال. والله السبب البارحة عمة حسين شريكي بالملعب توفت، فاحنا زحمة نسوي كرنفال. احنا حتى الغنى قبل شوية، الغنى قلت لك محمد للشغل الغناء بسبب حالة وفاة عمة شريكي وصديقنا حسوني سيزر. هذا السبب. تغمد الله بروحه الواسعة وبالتوفيق ان شاء الله كابتن. كابتن للجميع ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا قناة واي اف تي في الرياضية الناقلة لأحداث افتتاح البطولة، في افتتاح بطولة الإعلام الرياضي القطري خالد جاسم، نظرا لجهوده المبذولة الكبيرة جدا في مساعدة العراق التي وصلت في الفترات الأخيرة استكمالا أن يتوالى لها. الآن تكلمنا بأن الجهود الكبيرة للإعلام القطري خالد جاسم تكلمت في النجاح في مساعدة العراق حتى قبل خليج 25. أمور كبيرة أتانيها
في شعب في لغة للفرق الشعبية وسميها مصطفى العبيدي بأن تكون البطولة باسمه. سويف يريد أن يثبت اسمه كذلك من أمام الملوك بافتتاح البطولة. السير والمنهج سيكون بداية الملوك سوداء وخطاب يلقي الخطاب والجميع من السويد يستمتع بالاستمتاع للكرة الماضية. نعم 1 لا شيء في شباك شمايكل. تبدأ الملوك في تصريحاتهم كانوا جاهزين. يا من تتابع قناة واي اف تي في الرياضية اسلوبا كبيرا جدا يصل في المباراة الافتتاحية. 32 فريق في نظام البطولة. لا غريبة التسعة أضاع فرصة بأن يجهزوا منها رابعا. من عنده فرصة الآن الملوك من يتقدم لإضافة هدف ثاني. السرجاني الآن يصل حاضرا. أفضل ياسر وصلت سويف والعودة. الكرة توصلت من طرف لثاني. استعادوا سجل المهمة. استعادوا نسبة القدوم والعبور. الشكل الذي يصل بتمرير خطاب ممكن الثاني. لا جدا أدوار ستكون حاضرة. تتبع سيكون قائم. وصولا سيكون جيد. هذه الكرة على اليسار. العربية تعالت بأمسية تتجاوز مسألة المباراة بعزم التقليد. مسألة المباراة بفرص الوصول وشمايكل يمنع تقدم حاضر. اسلوبا سيدانا يصل قائما. اسلوبا سيتعالى. أفضلية فيما بعد ذلك. استرجاع سيكون حاضر. كرة القادمة وسيلة المباراة. استمرار ما زال اندفاعا عليها. احتمال ما زال تسديدا. هذه المرة هذه عادت تدخل رائع كان في اتجاه الكرة. وصولا كان ممتازا في أمسية دفاعا يصل حاضرا. استرجاع في اتجاه أمسية الديربي. ما زالت الخطورة. الملوك يحاصر سويف في مناطقه اندفاعا عليهم. استرجاعا ما زال موجود على يمين الكرة العرضية. للملوك سجل في الأولى والسويد وضع التعادل في الثانية. استمرار الآن يصل حاضرا. تقدم فيما بعد ذلك. استرجاعا يصل موجودا. كرة في الجهة اليمنى ما زالت تلعب العرضية. تدخل لحارس في المرمى. استمرار الآن ما زال يصل حاضر. تقدم موجود. استعادة في الأدوار. اللمسة على اليمين. التحرر بعد ذلك لمسافات. سيدانا من الآن موجود. استكمالا في تسديد الرائعة. تدخل وإسناد موجود. سيدانا الآن يصل حاضر. تقدم ما زال موجود. دفاعا في جزيرة الماضية وبعيدة. صداما على اليسار والثانية متابعين. تنهي شوط الأول. لا تذهب بعيدا. شوط ثاني قريب. مرة أخرى متابعين قناة واي اف تي في الكرام في أحداث هذا الليلة في افتتاح بطولة الإعلامية القطرية. ذلك جاسم جهودا لكل شيء أتانا في أن تكون حاضرة في أمسيتها تماما. تقدم هنالك سيكون موجودا. سويد أنهى الشوط الأول متأخرا بهدف من أمام الملوك. هي هدية مثابة الانتصار بعبور للدور الثاني. يعني ليس الفائز في البطولة بل الفائز في المباراة هذه سيحضر بكأس. اندفاعا حاضرا.
تقدم سيكون موجود، إرسالا حاضرا تداول عليها في شكل كبير جدا. انتظار في انتظار القائم والاسود. استمرارا يصل مرة أخرى انقطاع الوسط الكهربائي، العودة سريعة وأجواء الكرة الماضية أمسية الارتقاء، عودة الشغل أن يستفيدون منه، أن يعطون عليه بالراس. استمرار الآن ما زال قائم، استعداد والكرة أجوان هناك، استمرار للملوك في كرة القادمة. ممكن الثاني خطوط وشمايكل محمد مرة أخرى يعيدون الكرة الماضية استعدادا لثاني خطاب تمريرة البعض. هنا كرة تجاوزت بعد ذلك استئذانا عليها في ان يصل موجودا. التقدم الان سيستعيد الدوري الماضي جيد جدا والوصول فيما بعدها في انتظام المباراة في استكمال ما زال يتوالى والعودة. الكرة ضاعت، سيكون حاضرا في أمسية المباراة بعد ذلك. أفضلية ستكون الذي يصلون له بشكل كبير جدا. الدور بعد ذلك بتمريرة باستعادة الحاضرة توصلت بأن تكون انتظار. لا 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 بيضاء يصرف الملوك في الدور القادم، بيضاء يصرف الملوك في الدور الثاني. هذا ما وصل لي أصوات المباراة. أنا من دفع عن طريق الشقيقان ما سجلوا في أجوار اللعبة. خطاب سجل الأول ومحمد سجل الثاني. يصلون ليسجلون كل شيء في أمسية انتظارا في استكمال سيكون متواجدا. الصافرة والثانية متابعين تنهي الأمسية ليكون القادم الملوك في الدور الثاني متتبعين ويفتي بكأس البطل في المباراة. هذه ليس كأس البطولة بل هي كأس البطل بهذه المباراة لفريق الملوك، مقدمة من مصطفى العويني وحديقة الأمناء. دمتم بحب الله في رعايته دائما.